رويترز: محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يحذر رجال الدين داخل السعودية من الاعتراض على الإصلاحات ويهدد بإجراءات عقابية. رويترز الرياض: أثارت تصريحات للأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودي نقلها مجلة فيرون يوم السبت بأن الأمير الذي يقود تحول السعودية نحو الإصلاح الاقتصادي وضع استراتيجية من 3 محاور لتجنب أي رد فعل عنيف من المحافظين الدينيين لخطته. وكتب أحد الباحثين الذي التقى بهم الشهر الماضي أمير محمد 31 سنة الذي يشرف على أكبر عملية إصلاح للدولة والمجتمع السعودي أن الأمير أبلغهم بأن إجراءات عقابية سيتم وضعها في الاعتبار إذا قام أي رجل من رجال الدين على التحريض على العنف أو ممارسته كرد فعل على الخطة الإصلاحية. وذكرت المجلة أن الأمير قال إنه يؤمن بأن نسبة قليلة فقط من رجال الدين لديهم جمود فكري، في حين أن أكثر من نصف رجال الدين يمكن إقناعهم بدعم الإصلاحات التي يسعى لتنفيذها من خلال التواصل والحوار. ونقلت المجلة قوله أيضا إن الباقين مترددون وليسوا في وضع يسمح لهم بالتسبب في مشاكل، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الديوان الملكي. وقدم الأمير محمد الخطة الإصلاحية المسماة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بهدف الحد من الاعتماد اقتصاد المملكة على النفط دون تعهد ملموس بإحداث تغيرات في المجتمع السعودي المحافظ للغاية، ولكن في بلد يلتزم بالمنهج الوهابي حيث يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء وتحظر فيه إقامة الحفلات الموسيقية أو دور السينما. تظل أهداف الخطة من تمكين المرأة ودعم الرياضة والاستثمار في وسائل الترفيه مثير الجدل. وبدأت الحكومة السعودية كبح ما تراه وجهات نظر متطرفة لرجال الدين بعد وقوع هجمات الإسلاميين المتشددين عام 2003 من خلال دفعها لرجال الدين المتشددين للتنديد بتنظيم القاعدة وأساليب العنف فيها. وفي آخر سنوات الملك عبد الله الذي سبق الملك سلمان فقد عدد كبير من رجال الدين البارزين الذين اعترضوا علنا على إصلاحاته وظائفهم.